مساء الخير. يعني طبعا اكيد منتظرين مني اني اتكلم عن طلاق ياسمين واحمد العوضي. طبعا الواحد حزن عليكم جدا وكان نفسه ان هم يكملوا قصة حب حلوة بين زوجين واتنين ممثلين. ان كانت هي طبعا الممثلة ياسمين بطلة وفنانة، ليها جمهورها. واحمد العوضي بدأ يظهر وبدأ ليه افلام وهو دلوقتي خد بطولة. فطبعا نتمنى ليهم كل التوفيق، بس احنا مالنا، هم طلقوا ما طلقوش. مصر كلها سايبه كل حاجه، سايبه الدولار بقى ب 60 جنيه مش مشكله، سايبه ان التفاح بقى وصل ل 60 جنيه مش مشكله، كله ستينات عندنا. وسايبه الدنيا كلها ولعه، وفلسطين المقاطعه انتهت تقريبا. الناس كلها ما عندهاش هم في حياتها غير طلاق ياسمين واحمد العوضي. يا جماعه سيبوهم في حالهم، يا جماعه الناس كلها بتطلق، يعني خلاص. هم الأحرار وعايزين يقولوا ايه سبب الطلاق يقولوا، مش عايزين يقولوا ما يقولوش، لكن مش نقعد نفتي احنا بقى ونقول ده خانها، لا ده اتجوز عليها، لا هي سابته عشان ما بتخلف. لا لا لا، كتير 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 قوي يعني. الفنانة دي ياما أمتعتنا وياما جابت لنا أفلام حلوة قوي، من أشهرها أفلام ولادنا كلها بيحبوها. لكن انا مش عايزه اعمل لها دعايه النهارده ولا اعرفها خالص، لكن انا متعاطفه معاها لان هي من حقها انها تتطلق. يا جماعه من حقها انها تقول انا اتطلقت عشان تعرف الناس انها هي خلاص مش مرتبطه بيه. لكن مش من حقنا احنا ان احنا نقعد نتدخل، وليه اتطلقتي وليه ما اتجوزتي وليه مين اللي خانك معاه ومين اللي اتجوز. لا لا لا، كتير كتير كتير. وبعدين احنا بقى في ايه؟ احنا في دنيا تانية خالص. فلسطين اللي بتتضرب بتتدمر خلاص، نهوا عليها. الدولار اللي بقى ب 60 جنيه. المقاطعه انتهت. الكل انا ماشيه، كل اللي كان عامل مقاطعه كله بيجيب خلاص، كل الماكدونالدز والكنت كله مليان. انتوا فين؟ انتوا رحتوا فين؟ ما ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي هو ده اللي هاممكم في الحياه كلها؟ مش ممكن، مش ممكن الشعب المصري بقى بالعقليه دي. حقيقي انا زعلانه. لا يعني سيبوا البنت في حالها. النهارده الفيديو بتاعي قبل ما كلمت لكم طبعا عن اللي بيحصل في البلد والدنيا اللي احنا فيها، عن واحده كلمتني قالت لي انا بحب فيديوهاتك جدا واتمنى ان انت تعرضي المشكله بتاعتي للناس عشان تقولي لهم ويعني توعيهم ان هم ما يجروش ورا الاعلانات والحاجات اللي بتيجي في التلفزيون وفي للاسف دلوقتي طبعا النت والحاجات دي طبعا مشهوره جدا، بس ده بيجي بقى في التلفزيون المصري في قنوات، كمان قنوات ليها اسم. انا مش هقول بقى الاسم مين، ولا هقول هي بتيجي كل يوم. و يعني بتحسس ان الستات اللي كانت بقى عندها 100 كيلو بقت 30 كيلو، فالستات كلها بتفرح بقى وتروح وتكلمها وتاخد هي عملت زي الستات دول وراحت خست. يا ريت خست. يا ريت خست. هي راحت اشترت الدواء وجابته مش عارفه بكام الف جنيه، وكلمها دكتور وتابع معاها وادوها ادويه. الادويه دي هي الحمد لله انها قعدت تقرا الادويه دي، لقيت ان الادويه دي مش بتعمل معاها حاجه، وبتعمل لها صداع وبتعمل لها مشاكل في القلب لانها مريضه قلب. المشكله انهم قالوا لها ان الحاجات دي مرخصه. الحاجات دي ما طلعتش مرخصه خالص، الحاجات دي طلعت فيك مش اصلي، تقليد، وجايه من تعرفيش تحت السلم بقى ولا ايه. طبعا هي قالت لهم وقفلت معاهم وزعلت جدا منهم وكده، بس يعني هل بقى المفروض دلوقتي ان احنا اي حد حتى لو في التلفزيون، التلفزيون ده مش معناه ان انت ده نت بالظبط كده. التلفزيون ده قنوات كلها بتجيب دكاتره بيدوهم بالمعنى الصحيح، بيدوهم فلوس عشان يعملوا زي اعلان للمنتج بتاعهم. اعلان مش معنى كده ان دي هتخسسك، مش معنى دي ان انت الفشل الكلوي بتاعك هيروح. في دلوقتي قنوات تلفزيونيه ما عندهاش شغل ولا شاغل غير يجيب لك شويه دكتور انا عندكم واعملوا وخدوا وكده، وفي الاخر بتلاقي كله هاكس في هاكس وبيشتري ادويه من عنده بالشيء الفلاني، وبعد كده ما بيحصلش غير ان هو ادويه مش ليها اي تاريخ طبي او اي بعض الحاجات. يعني في ناس بتبقى ملتزمه لكن قليلين. عشان كده احنا لازم
يبقى فيه يعني الناس تاخد بالها شوية وتحاول إنها تدقق وتروح تشوف فعلا وتكلم تعرف الدواء ده قبل ما تاخده مرخص ده تقليد ولا مش تقليد. الدكتور اللي بتتعامل معاه أو المركز ما تتهاونش لان دي صحتها وصحه الناس كلها مهمه جدا جدا دلوقتي ان انت توعي الناس ان انت حصل لك كده. يعني مش مثلا انت خلاص حصل لك كده بتاخدي جانب وتمشي وتزعلي، لا، قولي اعترفي زي ما يعني مدام شيماء صديقتي الحبيبه اللي انا وعدتها ان انا هقول لها الفيديو بتاعها هيكون النهارده عليها. ارجوها ارجوها وارجو كل اللي اتعامل ويعني حصل فيه معاه نفس اللي حصل لشيماء ان هو يقول الموضوع للناس، لان الموضوع ده خطير جدا جدا انك انت تاخدي حاجه فاكره انها هتخسسك وتطلع انها بتضرك، تاخدي حاجه انك انت عايزه تعملي حاجه للصحه بتاعتك كلى وقولون ومش عارفه ايه وتلاقيها مضروبه وحاجات ادويه من تحت السلم. فين الرقابه يا جماعه؟ فين رقابه المصنفات في التلفزيون في على النت؟ يا جماعه لازم برضو يبقى في مساعده ومراقبه من الدوله. فدي جاب كبير جدا جدا ان الناس عندها ثقه جامده قوي لما وبيقولوا ايه كمان ده بيكلموها بالتليفون ده دعم من مصر ودعم من السيسي عامل يعني دعم من مصر ومن السيسي بيألفوا كمان باسم السيسي وباسم مصر. وللأسف بتيجي كل يوم، يعني عشان بس مش عايزة أقول الاسم طبعا، هي دكتورة مشهورة وتيجي كل يوم في القنوات الفضائية المشهورة. وللأسف الشديد هي بتبيع أدوية اللي قالت لي عليها إنها مش أدوية مزيفة، مش تقليد، مش أدوية أصلي. أتمنى إن انتوا مع ضمن الحاجات وتنسوا ياسمين واحمد العوضي شويه وتركزوا في اللي احنا فيه. ان الدنيا بقت عايزين نتكلم بقى فيديو تاني. ليه المقاطعه انقطعت؟ سعر الدولار بقى 60 جنيه مصري، ليه التفاح ب 60، ليه البصل وصل ل 50، ليه رجع تاني مفيش بصل مفيش سكر. حتى السكر قالوا هيرخص مرخصش. احنا داخلين على رمضان وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب الاحوال تكون احسن ويكون في رقابه اكتر ونهتم اكتر بامورنا الشخصيه اكتر من يعني امور الناس والفنانين والفنانات، لان هم حرين وكل واحد يعني ممكن جدا كل واحد يحصل له اللي بيحصل لهم ده. ف يعني عزائي ليهم وان شاء الله ربنا يوفقهم كل واحد في حد اخر ومين عالم الدنيا يمكن يرجعوا تاني لبعض. فننسى خالص بقى ياسمين واحمد العوضي ونركز شويه في احوالنا وفي اللي احنا فيه وفي الادويه اللي احنا بناخدها غلط وفي الدكاتره المشهوره جدا اللي بيطلعوا في التلفزيون وهم للاسف الشديد يمكن ما خدوش حتى لازم نعرف كويس قوي قوي مين اللي بيتعامل معانا، مين الدكتور ده، ونبحث مش يقول لنا انا اخصائي مش عارفه ايه ونصدقه. لا، ارجوكم انتبهوا ويا رب يكون الفيديو النهارده بتاعي فاتكم، والسلام عليكم.